انا بطلت الشغلانه خالص من زمان، مش من دلوقتي. عايز احكي لكم عن ايام زمان. زمان كنت بنتج مسرح التلفزيون. كنا الكلام ده في 90 91 92 و93. فكنا على طول بنشتغل. بس كان في ايه في الشغل ده بقى؟ كانت النجوم مش زي الايام دي. كانت النجوم اغلبيتها ناس كوميديانات وناس عارفة، يعني محترفة شغلة المسرح التلفزيون دي. وكان معايا مخرج جميل، راجل عظيم، أستاذ عبد الغني زكي، ربنا يديله الصحة والقوة يا رب. كان زمان بيسموه عمود الخيمة، واللي يتعامل معاه يقف معاه وقفة رجالة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو متصدر في كل حاجة، في النص، في الإخراج، في توزيع الأموال على الناس، في الفلوس يعني. كل واحد ياخد كام وده كام وده كام. فكان عارف بيعمل إيه، وكان بيجيب كرو معاه ما شاء الله عليه. كانت ناس محترفة وحريفة الشغلانة. كنا نقعد نعمل ترابيزة 3 4 أيام أو أسبوع نقرا يعني، وبعدين نبدأ نعمل حركة أسبوعين ولا حاجة، وبعدين نشوف مسرح نبدأ نشتغل عليه، سواء كان في الدقي أو في لوسابير أو في أي حتة. ونبدأ نشتغل ونبلغ الرقابة، وتيجي الرقابة تراقب الشغل، ونبدأ نصور ونبدأ نبيعه. فكانت العملية ظريفة والشغلانة جميلة، ما كانتش زي دلوقتي. دلوقتي الواحد خلاص بطل يشتغل، حتى ما بيشوفش الناس القديمة كلها. وطبعا انا بقول الكلام دون ردا على الزميل او الاخ اللي بيقول انت فين وليه بطلت تشتغل زي الاول. ادي اني قلت لك السبب ان الواحد ليه بطل يشتغل زي الاول، لان الدنيا كلها اتغيرت والشغلانه كلها اتغيرت.